لما بتسمع اسم سامسونج بيجي في بالك على طول الهواتف الذكيه والاجهزه الكتير اللي بتصنعها الشركه، بس اللي ما تعرفوش خالص ان سنه 1938 وفي بدايه شركه سامسونج الشركه كانت بتصنع وتبيع منتجات مختلفه تماما زي المكرونه والسمك المجفف وبعض الخضروات المحليه. وقتها ما كانش حد يتخيل ابدا ان الشركه دي هتبقى واحده من اكبر واغلى الشركات في العالم. مش كده وبس، شركه سامسونج النهارده مش بتصنع موبايلات وتلفزيونات بس، دي كمان بتبني ناطحات سحاب ومستشفيات وملابس وروبوتات وحاجات تانية كتير. وتخيل ان ليها كمان قسم خاص بالطيران والفضاء وبتصمم طيارات هليكوبتر ودبابات للاستخدام العسكري. لكن قبل ما نحكي عن كل ده لازم نرجع لبدايه سامسونج، واللي بترجع لشاب كوري اسمه لي بيونغ تشو، وده اللي اسس شركه سامسونج. اهلا بيك، انا حسام محمود ودي قناه هاني ماني. ولو انت جديد في القناه فاحنا هنا بنقدم قصص حقيقيه عن الشركات وعالم البيزنس. القصه بتبدا مع لي اللي كان طول الوقت حاسس انه بيضيع حياته وهو بيحلم انه ياسس شركه، ولما وصل لعمر ال 28 قرر انه لازم يحط لنفسه هدف واضح ويقدر يحققه، ومن اللحظه دي قرر انه يبني شركه حقيقيه حتى لو كانت بدايتها بسيطه، وقرر انها تكون في بيع البقال. ولما اسس شركته اختار لها اسم سامسونج واللي معناها بالكوري 3 نجوم. وبالنسبه لنا ممكن ال3 نجوم تفتكرها تقييم متوسط، لكن في الثقافه الكوريه الرقم 3 بيرمز للحجم الكبير والقوه، والنجمه بتمثل العظمه والتاريخ. كلمات فعلا بتوصف سامسونج النهارده. بس البدايه ما كانتش سهله. اول سنه من تاسيس شركه سامسونج الحرب الكوريه ضربت البلد والشركه اتاثرت بشده لدرجه انها كانت هتعلن اغلاقها في اول سنه. وبعد الحرب كان في نقص رهيب في السلع. كوريا نفسها كانت معتمده بشكل كبير على الاستيراد، ووقتها قرر لي يغير خطته في بيع البقال وبدا ينوع في البيزنس بتاعه. بدأ يعمل منتجات محلية بسعر مناسب، وأول خطوة كانت مصنع لتكرير السكر. بعد ما جاب منه أرباح فتح أكبر مصنع صوف في كوريا، وده ساعده يدخل عالم المنسوجات ويبدأ يصنع منتجات زي الملابس. وكان السر الحقيقي في بقاء سامسونج هو التنوع. ليه ما وقفش عند كده وبس، ده بدأ يدخل مجالات جديدة زي الدخول في مجال التأمين، ولحد النهاردة سامسونج لسه بتشتغل في مجال التأمين. وليه كان كل مرة بيكسب فيها كان بيرجع يعيد استثمار الأرباح في مشاريع أكبر. وفي سنة 1968 اجتمع لي بالمديرين التنفيذيين في سامسونج عشان يحددوا خطواتهم الجايه، ووقتها قرروا يدخلوا مجال الالكترونيات. وبعدها بسنه اطلقوا اول تلفزيون ابيض واسود بمقاس 12 بوصه، وفي خلال 10 سنين بس بقت سامسونج اكبر شركه في العالم في انتاج التلفزيونات الابيض والاسود. وبفضل كفاءه خطوط الانتاج عندهم النجاح ده خلاهم يدخلوا مجالات جديده. زي سنه 1979 بداوا يصنعوا افران الميكروويف، وفي سنه 1980 دخلوا في تصنيع مكيفات الهواء، وفي سنه 1981 انتجوا 1,000,000 تلفزيون ملون. وسامسونج ما اكتفتش لحد كده، سنه 1983 بداوا في تصنيع اجهزه الكمبيوتر الشخصيه. مش بس كده، ده بعد شويه هنكتشف ازاي سامسونج وصلت انها تسيطر على كوريا كلها. الشركه لاحظت حاجه مهمه، عشان يصنعوا كل الالكترونيات دي كان لازم يعتمدوا على استيراد مكونات الكترونيه صغيره من الخارج، فقرروا يشتروا شركه لصناعه اشباه الموصلات والرقائق الالكترونيه عشان يتحكموا في سلسله التوريد من اولها لاخرها. والخطوه دي مش بس ساعدتهم في تطوير منتجاتهم، ده خلتهم يبيعوا المكونات دي لشركات تانية حوالين العالم زي ابل. على الرغم من المنافسه الشرسه بين سامسونج وابل في عالم الموبايلات، ابل كانت بتستخدم شرائح الذاكره اللي من سامسونج في تصنيع الايفون. واللي يمكن كتير ما يعرفوش عن سامسونج ان هم دخلوا مجالات ابعد بكتير من الالكترونيات. عندهم مثلا قسم اسمه سامسونج للصناعات الثقيله بيبني سفن عملاق، ودي من اكبر شركات بناء السفن في العالم. وقسم تاني اسمه سامسونج للبناء والتجاره بيشتغل في بناء الطرق. كمان عندهم اكبر ملاهي في كوريا الجنوبيه اسمها ايفرلاند، فيها فنادق ومكان كبير اسمه مدينة سامسونج. واللي اغلب الناس يعرفوه عن سامسونج انها بتصنع موبايلات وشاشات، لكن الحقيقه ان دي رؤيه قمه الجبل فقط. لسه ما اتكلمناش عن الجانب الخيري للشركه. عندهم مستشفى ضخمه اسمها مركز سامسونج الطبي، وسامسونج كمان عندها جامعه خاصه بيها. وطبعا كل التوسع ده يبان وكانها قصة نجاح مذهلة لرائد أعمال بدأ بفكرة صغيرة وبنى إمبراطورية. بس الحقيقة الموضوع أعمق من كده بكتير.
بعد الحرب الكورية اللي ذكرناها في الأول كانت كوريا الجنوبية في وضع اقتصادي مدمر، ما كانتش بتنتج ولا بتصدر أي حاجة، وكانت البلد في أمس حاجة لنهضة اقتصادها. ووقتها قرر الرئيس الكوري إنه يدعم الشركات الكورية الكبيرة ومن أهمها شركة سامسونج عن طريق تسهيل التمويل وحمايتها من المنافسة الأجنبية. بمعنى تاني سامسونج وشركتين كبار تانيين في كوريا حصلوا على قروض ضخمة وإعفاءات ضريبية بتسهيلات ممتازة، ومجموعة تانية من التسهيلات الحكومية اللي كان هدفها الأساسي إن الشركات دي تكبر وبالتالي ترفع اقتصاد البلد كله. مثلا لما سامسونج بدأت تدخل مجال الإلكترونيات، الحكومة الكورية منعت شركات أجنبية زي الشركات اليابانية من بيع الإلكترونيات في السوق الكوري، والنتيجة الناس ما كانش قدامها غير انها تشتري منتجات سامسونج. كمان الحكومة قللت الضرائب على شركات الإلكترونيات بنسبة 50%، وطبعا سامسونج كانت أكبر شركة في مجال الإلكترونيات وقتها، فاستفادت أكتر من أي حد تاني. الحكومة كانت فعلا بتوجه جزء كبير من مساعدات الإغاثة اللي أمريكا كانت بتقدمها لكوريا بعد الحرب مباشرة لشركة سامسونج، وده اللي خلاها تتوسع بشكل كبير. كل ده حصل بفضل مؤسس شركة سامسونج لي بيونغ تشول، واللي كان عنده قدرة مذهلة في اتخاذ قرارات سياسية ذكية، لأنه كان دايما قريب من الرؤساء، وعلاقاته دي جابت له مميزات خاصة زي إعفاءات من قيود التصدير ومعاملة خاصة من البنوك الكورية، لدرجة إن البنوك بدأت تقدم له قروض كبيرة بشروط سهلة جدا، وليه يستخدم الفلوس دي في شراء أسهم في نفس البنوك اللي اقترض منها. صحيح إن الحكومة كانت بتساعد سامسونج بشكل واضح، لكن لازم نعترف إن ده ساعد الاقتصاد الكوري ككل. الشركة وفرت آلاف الوظائف ونقلت البلد من الفقر للتطور، بس في نفس الوقت الدعم الكبير اللي كانت الحكومة بتقدمه لسامسونج خلى المنافسة شبه مستحيلة بالنسبة للشركات الصغيرة. ازاي شركة صغيرة لسه ناشئة تقدر تواجه تكتل كبير مدعوم من الحكومة؟ مع مرور الوقت سامسونج بقت جزء اساسي من الاقتصاد الكوري، وفي دراسه سنه 2014 بتبين ان سامسونج كانت بتمثل حوالي 17% من اقتصاد كوريا الجنوبيه. وعلى الرغم من وجود شركات تانية وقتها زي LG وهيونداي، لكن سامسونج كانت الاكبر بلا منازع. وبما ان الشركات دي بتتنقل داخل العائله التابعه لشركه سامسونج، وده معناه ان عدد قليل من العائلات الكوريه بقى عندهم نفوذ اقتصادي وسياسي ضخم. وفي سنه 1987 لما توفى مؤسس سامسونج ابنه كون لي استلم الإدارة، وهنا بدأت سلسلة من الفضايح. سنة 1996 اتهموه برشوة مسؤول كبير، بس بسبب علاقاته القوية بالحكومة أخذ عفو رئاسي وانتهى الموضوع. في سنة 2008 تم اتهامه مرة تانية بإدارة صندوق سياسي تابع للحكومة واختلاس أموال، وفعلا اتحكم عليه ودخل السجن، واعتذر واتنحى عن رئاسة الشركة. بس بعد أقل من سنتين تم العفو عنه تاني ورجع بمنتهى البساطة، وده ما حصلش مرة، ده حصل مرتين، ورغم وجود أدلة قوية ما كانش بيتعاقب. الامر وصل لدرجه ان المستشار القانوني السابق لشركه سامسونج كتب كتاب بعنوان ثينك سامسونج، واتهم فيه لي بسرقه 9 مليار دولار من الشركات التابعه لسامسونج وتدمير الادله ورشوه المسؤولين. لكن سامسونج نفت معظم الاتهامات، والكتاب ده ما تمش ذكره حتى في الاعلام الكوري، وده ان سامسونج بقت شركه ضخمه لدرجه ان مهاجمتها كانك بتهاجم كوريا نفسها، وحتى بعض الصحف رفضت انها تنشر عنها عشان ما تخسرش دعم سامسونج. واللي يثبت ده في مقال بعنوان كوريا الجنوبيه جمهوريه سامسونج، اللي قاله الكاتب ان رئيس سامسونج اقوى من رئيس الدوله، وان الكوريين بقوا شايفين سامسونج ككيان فوق القانون. حتى ابنه لما تولى رئاسه الشركه اتهموه هو كمان بالاختلاس والرشوه، وده بيبين قد ايه الفساد كان متوحش في عائلة لي. لكن المهم نفهم اننا بنتكلم عن تصرفات افراد قليلين. سامسونج شركة ضخمة فيها مئات الالاف من الموظفين، واللي بيحصل على القمة مش لازم يعبر عن كل الناس في المؤسسة دي. رغم ان شركة سامسونج عملت انجازات كتير في كوريا الجنوبية، بس لما نبدأ نشوف الكواليس الامور بتبدأ تاخد شكل مختلف، علاقات مشبوهة، رشاوي، واتصالات عميقة بالحكومة. كل ده بيخلي قصة نجاح سامسونج مثيرة للجدل، لكن القصة لسه ما خلصتش، لاننا ما ينفعش نحكي حكاية سامسونج من غير ما نعدي على واحدة من اسوأ الكوارث في تاريخها كله. تخيل تصحى من النوم وتلاقي اوضتك كلها دخان وريحه تخنقك ومش قادر تتنفس، ولما تبص تلاقي تليفونك النوت 7 مولع. المشهد ده اتكرر في 2016 في اماكن كتير حوالين العالم، لان بعض شركات الطيران منعت حمل التليفون ده
في بعض الرحلات. وسامسونج كانت عارفه اللي بيحصل لكنها اتاخرت جدا في الرد. بعد ما الحوادث بقت منتشره والاعلام بدا يتكلم، اضطرت سامسونج توقف الانتاج وتسترجع التليفونات، وده كلفها اكتر من 5 مليار دولار. والاسوأ ان هم لما حاولوا يعوضوا الناس بجهاز جديد طلع فيه نفس المشكله، ارتفاع درجه الحراره. في الاول سامسونج قالت ان العيب في البطاريه، بس الحقيقه كانت اكبر من كده. التصميم الداخلي للجهاز نفسه كان السبب. المكونات كانت متزاحمه جدا بشكل كبير وخطير. طب ليه حصل كده؟ جزء من السبب بيرجع للمنافسه بين سامسونج والعملاقه ابل. لما نرجع لسنه 2011 هنلاقي ابل رفع قضيه على سامسونج بتتهمها بنسخ تصميم الايفون، وسامسونج كان ردها ان التهم دي سخيفه ومش صحيحه، وقالت ان ابل نفسها اتاثرت بتصميمات شركات تانية. وقتها سامسونج قررت تطلع نفسها من المقارنه مع ابل، وبدات سلسله الجالاكسي نوت بمميزات جباره. وفعلا كانت فكره مبتكره، بس لما جم يصنعوا جالاكسي نوت 7 بالتحديد المديرين كانوا عايزين يحطوا فيه اكبر عدد ممكن من المميزات، وطلبوا مواعيد تسليم ضيقه جدا. المهندسين كانوا تحت ضغط رهيب، والنتيجه عدم التركيز على الجوده اللي بدورها ادى لارتفاع درجه حراره الهاتف. وباعوا ملايين من الاجهزه لنوت 7 وصرفوا عليها ملايين في التسويق. بس برغم ده كله سامسونج فضلت واقفه وقدمت منتجات مبتكره زي الهواتف القابله للطي، وكسبت من وراها مليارات. ولحد دلوقتي هي بتبيع تكنولوجيا لشركات زي جوجل ومايكروسوفت. وهنا القصه بتثبت ان النجاح ممكن، بس لازم يكون معاه شغل كتير، وطبعا علاقات كويسه مع الحكومه اللي ممكن تحولك من شركه ناشئه لامبراطوريه ضخمه. ولو عايز تشوف قصه تانية عن رياده الاعمال ممكن تشوف ساعات رولكس او تشترك في القناه وتستنى الفيديو الجاي. وفي الحالتين شكرا جدا على مشاهدتك، ويا رب تكون استمتعت. سلام.